السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. تعالوا بقى النهاردة اما نعمل مع بعض حاجة جميلة قوي، ويعني سهلة كده وجديدة وشكلها جميل وتحفة قوي بجد. هنعمل تورتاية، بس تورتاية بايه بقى؟ بالكنافة. يعني تورتاية كنافة جميلة قوي قوي بجد. وحلوة وشكلها حلو وتنفع قوي في اي عزومة في رمضان. تفرحي بقى كده ولادك، وحاجة مسكرة وحلوة قوي. وتعمليها كده وتزينها بالشكل اللي انت حباه وعلى ذوقك والموجود عندك. يعني دي كنافة وعملناها كأنها تورتاية وزيناها، وبجد شكلها حلو قوي وطعمها جميل وتحفة بجد. جربوها يا حبايبي بالطريقة دي، ان شاء الله هتعجبكم وهتعجب ولادكم وهتعجب كل حبايبكم ان شاء الله يا رب. ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا. اول حاجه معانا الشربات، هنعمل كوبايتين سكر وعليهم كوبايتين ميه، وهنسيبهم على النار، مش هنيجي جنبهم خالص. لو معانا نص كيلو كنافه كده كان متبقى عندك في الفريزر كده من رمضان، طلعيه كده يا حبيبتي واعملي بيه احلى تورتايه او احلى صينيه كنافه. بجد طعمها تحفه قوي. هنفركه كده زي ما انت شايفه، على ايديك كده بتفرك معاك بكل سهوله قوي. يبقى كده حبيبات ناعمه خالص، ما بياخدش 5 دقايق، وتفركيها كده على طول وانت واقفه. وبعدين هنحط عليها معلقة سكر بودر. لو ما عندكش سكر بودر عادي، حط سكر عادي من موجود. اهي كده خلاص نعمت معانا وبقت جميلة اهي. وتحط معلقة سكر بودر. لو يا حبايبي بقى وصلتوا معايا لهنا وعجبكم الفيديو، اعملوا لايك بقى للفيديو وكومنت جميل كده زيكم يا حبايبي. هنا خلاص الشربات غلى، بنعصر عليه نص ليمونة وباكل فانيليا، وبنسيبه على النار. نقلبه كده وبنسيبه على النار 7 دقايق. من اول ما تحطيه على النار تعدي 7 دقايق كده، تحسبي 7 دقايق وبعد كده بتشيليه. معانا بقى الصينية اللي احنا هنحمر فيها، بننزل فيها بنص كوباية بالظبط سمنة وعلى زبدة. لو ما عندكيش سمنة على زبدة اعملي بسمنة بس الموجود عندك. وننزل بقى بالكنافة. بس انا هقول لكم على حاجة، الصينية ديت انا هغيرها دلوقتي علشان لقيتها بتبهدل الكنافة قوي وبتوقع، فانتوا حمروها في حاجة غويطة من الأول على طول. يعني حلة كده تكون غويطة تحمري فيها، وتكون واسعة كده وحلوة تحمري فيها يا حبيبتي عشان ما تبهدلهاش منك. وتقلبي بقى على طول من أول ما تحطي الكنافة على النار. تقلبي ايدك فيها كده على طول، ما تسيبهاش وتروحي في أي حتة ولا هتعملي حاجة تانية، لأن بتتلسع. ولو اتلسعت بتبوظ. هي هتاخد منك شوية وقت بس عادي، يعني مش مشكلة عشان خاطر الولاد. واستحملي واعملها لهم حاجة حلوة، وكمان يعني مش كل يوم هتعمليها يعني. فعادي لو تعبت يعني شوية دول، مش مشكلة يا حبيبتي عشان خاطر ولاد. وتقلبي بقى كده على طول ايدك فيها، ما تسيبهاش خالص، لان لو سبتيها ثانية واحدة بتتلسع على طول وهتحمر معاك وهتبقى حلوة قوي. حبايبي بقى لو اول مرة بقى حد جديد يشوف القناة ويشوف الفيديو، يا ريت ينورني كده باشتراكه ويفعل زر الجرس عشان لما انزل اي فيديو او وصفة جديدة توصله. وبجد يا حبايب قلبي المتابعين بتوعي المشتركين عندي في القناة متحرمش منهم ابدا، احلى ناس واحلى اخوات بجد. حبايبي ومفرحين قوي، ولولا هم بجد القناة ما كانش هيبقى لها اي لازمة ولا لها وجود اصلا. هم اللي داعميني وهم اللي يعني بيكتبوا لي كومنتات جميلة وبيشجعوني. ربنا يا رب يخليكم نعمة في حياتي، انا بجد من غيركم مش هكون اي حاجة بجد. انتوا حبايبي قوي واهل وناسي، ووجودكم معايا في حياتي شرف ليا والله وعلى راسي. عقبال يا رب كده ما نكمل 100 ألف و200 ألف وانتوا معايا دايما يا رب. خلاص كده حمرنا الكنافة اهون، وهنفضها على طول بقى في صينية او حاجة عشان ما تسيبهاش في نفس الحلة اللي كنت بتحمري فيها، عشان بتبقى سخنة جدا وبتتلسع على طول. فاول ما خلاص تاخد اللون الدهبي الجميل ده اهو، تفضيها على طول في صينية تانية. وبعدين جبنا الشربات اهو بعد ما بقى قوامه كده حلو قوي. نحط على الكنافة ونقلب بقى. نحط كمية الشربات كلها كده على الكنافة عشان تبقى مسكرة كده وجميلة زيك يا حبيبة قلبي. وكده تفرحي كل اللي هياكلها من ايدك كده ان شاء الله. تقلبي بقى الشربات كده مع الكنافة. يعني خلاص لسه منزلين الكنافة سخنة من على النار والشربات بيكون بارد، تحطيه كله عليها وتقلبيه. هتجيبي بقى اي حاجة بقى انت عايزاها تاخد الشكل بتاعها، او حتى الصينية او اي حاجة بتدهنها دهنة سمنة كده حلوة، وبتنزلي بقى فيها بالكنافة الشكل دي.
عشان انا عايزاها تاخد شكل التورتايه، فحطيتها في القالب ديت وتحط بقى كده وتضغطي جامد، تحط شويه بشويه وتضغط عشان لما تيجي تقلبيها تاخد معاكي نفس الشكل وما تفكش منك ولا اي حاجه. لو انت ما عندكيش الشكل دي وعايزه تعمليها نفس الطريقه، اعمليها يا حبيبتي في نفس الطريقه بالظبط وتقلبيها في صينيه، اي صينيه عندك، بس تكون مقاسها صغير يعني ما تكونش كبيره عشان تبقى حلوه. وممكن برضو تحشيها في النص، يعني تحط نص الكنافة وتضغطيها كويس، وتحط بقى تعملي مهلبية او كريم شانتيه او اي حاجة في النص، وتحط الطبقة التانية او فاكهة او اي حاجة عندك، بتبقى جميلة برضو وتحفة قوي. بس انا كنت عايزاها تطلع شكل التورتاية فحطيتها كلها مرة واحدة وضغطت جامد. لازم تضغطي جامد بالطريقة دي كده علشان ما تيجي تقلبيها او حتى ما تيجي تقطعيها في الصينية تبقى متماسكة. وتسيبيها بقى وتحضري بقى اللي انت هتزيني بيه. دي كيس كريم شانتيه، هنزل عليه بكوباية واحدة بس مية متلجة، او لو عندك لبن تبقى يكون احسن، لبن برضو يكون متلج. خلاص حطاه في الفريزر كده وقرب على المتلج، وتحطيه كده وتضربي بقى الكريم شانتيه بالراحة كده لغاية ما يبقى متماسك معاكي كده وقوامه زاد. خلاص يبقى هو كده بقى حلو. وتحط له بقى معلقتين سكر، يعني لو انت عايزاه برضه يبقى مسكر كمان شويه، حط له معلقتين سكر، هيبقى مسكر وحلو قوي. وتضربي بقى كده على طول لما يبقى قوامه يتقل كده ويبقى حلو، يبقى كده خلاص. زي ما انتوا شايفين كده اهو يا حبايبي. وتزيين بقى الكنافة على حسب الموجود عندك، يعني ما توقفيش نفسك على اي حاجة، الموجود عندك زيني بيه، عندك لبن اعملي مهلبية وكده خلاص اهوت بقى حلو قوي. ما عادش بينزل معاكي كده من المضرب، يبقى هو كده خلاص بقى حلو، يبقى هو كده خلاص بقى حلو. وتجيبي بقى الطبق تعالي بقى عشان نزين. هنقلبها بقى كده، تخبطي عليها كده خبطتين وتخبطي عليها كده خبطتين وتستني كده لما تحسي ان هي خلاص فكت من الطبق او من الحاجة اللي انت حطاها فيها، تقومي بقى شايلة بالراحة، ما تشيلهاش كده على طول مرة واحدة، لازم تصبري كده اما تحسي ان هي فكت، عشان لو شلتها جامد او شلتها بالعافية هتنزل منك متبهدلة. تجيبي بقى الكريم، تجيبي الكريم بقى وتحطي كده عليها، تزيني بيه بالراحة بالطريقة اللي انت حباها. يعني دي كيس حلواني حطيت فيه الكريم كده وبعدين نزلت بيه بنزين بقى كده بالطريقة بقى يا حبيبتي اللي انت حباه في الفراغات كده، وبنزل بقى بالكريم كده على طول، كريم الشانتيه اللي احنا مجهزينه مع بعض. لو مش عندك كريم شانتيه عادي يعني مش مشكلة، اعمليها باللي عندك، بس انا كنت حباها ان هي تاخد شكل التورته يعني. وتجيبي بقى بتاعة الحلويات دي تسوي بيها كده بالراحة، لو مش عندك برضو سوي بظهر معلقة عادي او بالسكينة عادي، يعني بتسوي بأي حاجة يا حبيبتي، اي حاجة عندك اشتغلي بيها، متوقفيش نفسك على حاجة وتقولي اصل انا مش عندي ديت فمش هعمل الحاجة، لا، الحاجة بتتعمل بأي حاجة بالموجود عندك. ديت ممكن تسويها بضهر سكينة، بضهر معلقة، بأي حاجة. وبعدين ما عندنا بقى منجية كده مقطعاها شرايح رقيقة زي ما انت شايفة كده، وهنزين بيها. واناناسية برضو التزيين دي حاجة ترجع لك انتي، الموجود عندك زيني بيه، عندك فراولة، عندك موز، عندك اناناس، عندك مانجا، اي حاجة الموجودة عندك يا حبيبتي في التلاجة بتاعتك طلعيه وزيني بيه. برضو الحاجات دي بتدي شكل حلو وبتفرح الولاد قوي، وتفرق وتبقي شكلك كده حلو ومميز قدام ضيوفك، وبرضو مع يعني تعملي كده حاجة حلوة يعني من ايدك يا حبيبة قلبي، هتطلع زي الفل. ودي برضو شرايح مانجا كده لفاها تاخد شكل الوردة كده، حاجة برضو حلوة يعني. وشرايح اناناس برضو لفاها كده خدت شكل الوردة كده وحطيتها عليها عادي، حاجات بسيطة والله خالص. وبقية الفاكهة برضو اللي معانا هنزين بها الطبق كده، وبرضو تاخدي منها وانت جاية تقدمي، تقطعيها كده وتقدمي، تاخدي برضو من الفاكهة دي تحطي في كل طبق كده قطعة كده، برضو بتبقى حلوة اوي مع الكنافة. هي حاجات بسيطة والله، بس بتفرق في الشكل وبتفرق في ان انت مهتمية وان انت عايزة تطلعي حاجة حلوة من ايدك، وان انت بتعملي الحاجة كده بحب وباهتمام، وتفرحي كده ولادك وجوزك والعيلة كلها. ولو عندك ضيوف تقدميها لهم كده برضو شكلها حلوة قوي، او تقطعيها وتقدميها برضو
هنقطع دلوقتي قطعة كده ونحط من الفاكهة دي معاها، وبرضو شوية كريم شانتيه كده معاها، بجد حلوة قوي. وبالهنا والشفا على قلوبكم يا حبايبي كلكم، وشكرا قوي على وقتكم، ومع السلامة. اشوفكم الفيديو الجاي يا حبايبي.